اهلا بكم معانا بعد الفاصل. بيسعدنا ان يكون معانا على الهواء مباشره لاول مره حسين الحسيني، احد سفراء المصريين في الاردن، قاعد بقاله فتره كبيره في الاردن، نموذج من النماذج المشرفه للشباب اللي هنتكلم عليها النهارده ونسمع عنها. يعشق مصر وتراب مصر، وليه مواقف ايجابيه ومواقف مشرفه ومواقف وطنيه كتيره جدا هنشوفها مع بعض اثناء الحلقه، تجلت كلها طبعا فتره الانتخابات. مراسل لبرنامج الطير المسافر في الأردن، متطوع، بيعشق التلفزيون المصري ويعشق قناة الصعيد ويعشق برنامج الطير المسافر. حسين أهلا بك معانا. أهلا بك أستاذ أمين، وأهلا بحضرتك وبكل أسرة البرنامج. أنا النهاردة سعيد جدا إن أنا متواجد معاكم النهاردة. يعني إحنا أصدقاء من فترة كبيرة جدا، يمكن فوق الست سنوات، 6 سنين أو 7 سنين. مظبوط. بس أول مرة أتشرف النهاردة إن أنا أقابلكم وأقابل أسرة البرنامج وأقابل الأستاذ محمد والأستاذ ابتهال. فأنا في غاية السعادة النهاردة إن أنا موجود معاكم. انت نورتنا وشرفتنا، وانت يعني نموذج زي ما قلت من النماذج المشرفه اللي موجوده في الاردن، وحاجه يعني تشرف المصريين فعلا. يعني ربنا يخليك استاذ امين، ده شرف لي ان انا موجود معاكم وان انا اطل من خلال برنامجكم على كل ابناء الجاليه المصريه في الاردن. ان احنا من خلال برنامجكم بنتواصل معاهم وبنطل عليهم. فانا سعيد النهارده ان انا اكون في بيتي في البرنامج الطير المسافر، ان انا اطل من خلال برنامج الطير المسافر ما اكون موجود معاكم النهارده. البيت بيتك والدار دارك يا حسين. نبتدي بقى مع بعض الكلام، وانا عارف طبعا ان الواحد يطلع ضيف اصعب بكتير من ان يطلع نعم. ان يتكلم. نعم. البدايه، انت بقالك كام سنه في الاردن؟ انا في الاردن تقريبا 25 سنه. يا ده عمر تاني ده من وانا صغير مع والدي. موجود، ربنا يخليه. والدتي الله يرحمها واخواتي كلهم كانوا موجودين، متعلم ودارس هناك. خلصت جامعه وخلصت كليتي وخلصت واشتغلت كمان، استمريت هناك يعني. تمام. الشعب الاردني يا حسين شعب ودود، بيحب مصر. نعم. يعني الافكار دايما بتتلاقى مع بعض يعني. طبعا الشعب الاردني شعب جميل جدا، شعب مثقف بطبعه، بيعشق الشعب المصري. يعني حتى هناك المواطن الأردني نفسه بيحب المواطن المصري، سواء في صداقة، سواء في شغل، سواء في أي علاقات بتجمعهم الاثنين، بتلاقي علاقات كويسة. وده بيظهر، ده مش كلام إعلام أو كلام يعني إن أنا بقوله كده، لا. يعني حتى أنت لو سألت أي حد موجود من على المستوى العمال البسيطين خالص، هيقولوا لك إنه الشعب الأردني شعب جميل جدا، بيحب يتعاون مع الشعب المصري كله، وبيقدم له كل سبل المساعده. برغم انك يا حسين بقالك 25 سنه في الاردن، احنا بنقول ده دايما، حتى سياده الوزير الجيل الثاني والثالث اللي موجودين في استراليا وفي امريكا وفرنسا بتجيبهم مصر علشان يعرفوا ايه مصر وينقلوا الصوره ديت لاقرانهم. يعني انت بقالك 25 سنه تقريبا وانت صغير موجود هناك، اتعلمت هناك، اصدقائك اردنيين، اتعاملت في كل حاجه، لكن رغم ذلك دايما انا بقول ان الجينات الوراثيه جواك كلها وطنيه طبعا. وكلها بتعشق وبتحب مصر. يا ترى يعني برغم يعني بالك الفتره الطويله دي، لكن عامل انت صفحه يعني دايما بتدعم مصر وبتدعم جيش مصر. نعم. بتدعم، بتنقل الصوره الحقيقيه عن مصر، فدي حاجه تتحسب لك حقيقه يا حسين. يعني ربنا يخليك يا استاذ امين، ده واجبنا يعني، وواجبنا كمان انه يعني الجاليه المصريه في الاردن يعني اخر فتره لقيت انه بيحصل فيه تشتيت في الاخبار. يعني بنلاحظ انه في صفحات كتير موجوده على صفحات التواصل الاجتماعي، وناس كتير بتنشر اشاعات، يعني بتنشر اخبار كاذبه. ده بيعمل بلبله للعمال الموجودين هناك، وزي ما حضرتك عارف دول عمال بسيطين، يعني من حقه ان هو يحصل على المعلومه، بس مش عارف يحصل عليها منين كمان. فتوجهنا طبعا من خلال برنامج الطير المسافر، وانا عملت صفحه انه نوصل معلومه صح. نوصل المعلومه من مصدر القرار للعامل نفسه، بحيث ان هو يكون ياخد معلومه صح. والحمد لله خلال فتره يعني 3 سنين لما انشات الصفحه وتعاونت مع برنامج الطير المسافر، بقينا يعني مش عايز اقول لحضرتك شعبيه برنامج الطير المسافر في الاردن كبيره جدا، لان هم بيستمدوا المعلومه الصح المظبوطه فعلا، المظبوطه منه. صح. لانه زي ما حضرتك عارف وهم حسبوها يا حسين، يعني هم كانوا بيشوفوا الحاجات دي، معلوماتهم عن مصر ومن قنوات تانية، لكن لما هم عندنا شافوا الصوره الصحيحه المظبوطه اللي احنا بنقولها لهم. نعم. وبعدين زي ما حضرتك عارف برنامج الطير المسافر والصفحه الشخصيه، احنا بنستمد معلوماتنا وبياناتنا من جهات رسميه، سواء وزاره العمل، السفاره المصريه مشكوره، وزاره الهجره. كل المعلومات اللي بتجيلنا او كل القرارات اللي بنوصلها للعامل بياخد معلومه صح، بحيث ان هو لما يتوجه يجدد تسريحه، يعمل اي ورق يخصه، بيبقى هو رايح عارف ان هو هيعمل 1 2 3.
بخلاف انه في صفحات كتير طبعا بتنشر حاجات سلبيه عن مصر، ده مالناش دعوه بيها. بتنشر معلومات خاطئه، انه في زياده في رسوم تصاريح العمل، زياده مش عارف ايه. يعني من اخر فتره في ان شاء الله يعني خلال الفتره الجايه جلاله الملك عبد الله ملك الاردن هيصدر عفو. طبعا هيصدر عفو بالنسبه للغرامات والكلام ده، بس لحد دلوقتي يعني ما فيش حاجه لسه صدرت. هو الموضوع صدر بس لسه قيد الدراسه. بالظبط. طبعا من الفتره دي لحد دلوقتي اشاعات طلعت كتير. اشاعات طلعت كتير وناس كتير بتطلع اشاعات، بس ما عندهمش صبر، ما فيش ان يعني اي حاجه يعني زي السوس كده يدخل وخلاص ويعمل اي حاجه وخلاص. بالظبط. فاحنا لازم نكون يعني نتريث شويه في اي يعني قرار. يعني انت كنت حضرتك بتقولها قبل كده، لما القرار يطلع يا جماعه باخد وقت، يعني باخد وقت. القرار طلع النهارده مش هيتطبق بكره، في اليات وفي حيثيات لازم ياخد شويه. ودي يعني انا رساله انا بوجهها لكل اصحابي وزملاتي المصريين في الاردن، يعني نكون نطول بالنا شويه. يعني لسه موضوع العفو او موضوع الغرامات بتاعه تصريح العمل او الكلام ده لسه ما فيش، يعني ده ما كملش اسبوعين. فنصبر شويه، وزي ما حضرتك بتقول يعني اصبروا وهنعرف. يعني الموضوع باخد وقت بس مش اكتر. بالظبط. نعم. اكيد يعني النهارده وانا معاك برضو، يعني نحب برضو نشكر السفاره طبعا، اللي هي بتدينا المعلومات الصحيحه، المعلومات المظبوطه اللي بتسهل لنا التصوير في كل مكان وداخل السفاره، ويعني لسياده السفير والقنصل وكل المجموعه طبعا الموجوده اللي بتعشق وتحب مصر، مع ان بيشتغلوا في الاردن في اجواء صعبه، لان الاردن ليها ظروف خاصه بالنسبه للعماله هنتكلم عليها بعد كده. فتقول ايه بقى للسفاره وسياده القنصل؟ طبعا انا بوجه رساله للسفاره المصريه في الاردن. بصراحه يعني الكلام اللي انا بقوله ده مش مجامله او كلام بس كده، لا فعلا هم الناس دي قدموا لنا تسهيلات كتير في التصوير، في دخول السفاره، في تصوير الاحداث، كل الاحداث اللي بتخص احداث المصريين اللي في الاردن. كل المناسبات كانوا فاتحين لنا ابوابهم، اتفضلوا تعالوا صوروا وغطوا. طبعا بحب اشكر سياده القنصل محمد محمود، ده بصراحه يعني مقدم لنا كل التسهيلات. ابن بلد ابن بلد بصراحه، ابن بلد بصراحه. ويعني انا بوجه له كل شكر وكل تقدير. وسياده السفير شريف كامل طبعا، سياده نائب القنصل استاذ احمد رفعت، بوجه له كل احترام. كل بصراحه يعني انا مش عايز انسى حد، بس كل طاقم السفاره. يعني احنا لما نخش عارفين ان ده برنامج الطير المسافر، بيقدموا لنا كل الدعم وكل التسهيلات ان احنا ممكن عشان نغطي الحدث اللي احنا رايحين له. تمام. حسين، احنا من ساعه ما اعلنا من امبارح لغايه النهارده على صفحه البرنامج انك موجود معانا، وحقيقي الكل بيشكر فيك. يعني كل الناس بتشكر يعني فيك في حسين، وعلى مصداقيتك، وعلى يعني حبك لبلدك وعلى وطنيتك. ولكن في سؤال متكرر كتير جدا، نعم، وبتكرر لنا برضه. اسمح لي النهارده ان ارمي الكوره بقى في ملعبك. تمام. موضوع تصويب الاوضاع، هل يبقى في تصويب اوضاع تانية؟ مع ان الحكومه الاردنيه عملت تصويب اوضاع بما فيه الكفايه، وانا ما اقدرش اتكلم اقول لهم صوبوا اوضاعكم مره تانية. نعم. او بالنسبه لتصويب الاوضاع، ده يعني سؤال متكرر، يعني دايما بيجي لنا على طول انه امتى تصويب الاوضاع. بس عايز انوه لحاجه، بس السفاره المصريه مشكوره طبعا. يعني اخر تصويب اوضاع عملته تصويب اوضاع الاخير، تمام، واللي قبله كان بينهم 8 شهور فقط. بالظبط، 8 شهور فقط. تمام. والمشكله في الفتره دي الاعداد اللي راحت يعني اعداد لا تذكر، اعداد صغيره. فلما نيجي تاني يعني مثلا السفاره تطلب من وزاره العمل او تطلب من حد انه يعملوا لنا تصويب اوضاع تاني، بيكون الموضوع يعني شائك شويه او صعب شويه. انتوا ما فيش عندكم. طيب هختصر عليك المشوار شويه بواقع خبرتك، يعني هل هيبقى ممكن يبقى فيه الفتره اللي جايه؟ انا امبارح تواصلت مع المستشار العمالي، المستشار اشرف، حكى لي ان شاء الله الفتره الجايه من ضمن القوانين اللي نازله احتمال هيكون في فتره تصويب اوضاع لمده 6 شهور. تمام، لمده 6 شهور. تمام. بس حاليا لحد دلوقتي ما فيش يعني قوانين محدده او حيثيات محدده او قوانين اللي هيمشوا عليها بالنسبه لتصويب الاوضاع لسه ما صدرتش. تمام. حسين، انت عملت لنا تقارير كثيره جدا، وكلها كانت تقارير يعني جيده، وكانت تقارير سريه لينا في الطير المسافر وايضا للمشاهدين. ايه اكتر تقرير يعني انت يعني محتفظ بيه وحاجه يعني بتقول دي رقم واحد بالنسبه لي؟ انا والله كل التقارير اللي انا عملتها يعني كلها بعملها بحب وبعملها يعني باخلاص، انه دي حاجه يعني انا بعملها مش انه انا مغصوب عليها وكذا، لا انا بعملها بحب ان انا عايز اعرضها. بصراحه كل التقارير اللي انا عملتها بعملها يعني ما فيش تقارير معينه. والانتخابات طبعا، بس يعني هو التقارير كلها ممتازه، بس يعني مش عايز افضل تقرير على تقرير او شغل على شغل، بس افضل حاجه يعني هو فتره الانتخابات. فتره الانتخابات فتره الانتخابات بصراحه كانت فتره يعني
مش انت انه كنت مش ان انا رايح تتخيل مش ان انا رايح هذا اعمل شغل او اعمل جدا تقرير. للناس دي وحبهم وعشقهم للبلد وحبهم لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي جايين نعم. من كل اردن متراميه الاطراف من أيوة. كل مكان كانت الناس موجوده. طبعا كنت تتوقع الزحمه دي كلها لا انا بصراحه ما كنتش متوقع الاعداد دي، ومن محافظات كتيره جايه، وناس جايه من اربد ومن عمان ومن العقبه، ناس كتير من محافظات جايه. فانا لما شفت يعني زي ما بنقول عرس شعبي، كل الاطياف وكل الناس جايه من كل الاماكن جاي على السفاره، فده بالنسبه لي يعني مش ان انا راح اغطي شغل، يعني انا كنت حاسس نفسي ان انا في مصر. ايوه صح. عرس يعني كل الناس متجمعين على حاجه واحده بس تحت أيوة. اسم مصر وشايلين علم مصر. بالظبط. فكان حاجه كان تجمع ممتازه. من اكبر التجمعات اللي كانت موجوده في الوطن العربي، يمكن كانت في الاردن. نعم. والاغاني والاهازيج، الناس لما مصدقه رايحه عشان تفرح ورايحه عشان تدعم مصر ورايحه علشان كان ساعتها وكالات الانباء وبتاع كله كان بيشكك، رايحه عشان ترد الناس دي ويعني وتخلص هذه الالسنه. صح الناس كلها كانت رايحه عشان تثبت ان احنا مصر، يعني احنا بلد كبيره وتاريخنا كبير. يعني مصر بيقول لك بلد لها تاريخ، لا انا بعترض على الكلمه دي، احنا موجودين قبل التاريخ. تمام. احنا موجودين قبل التاريخ، ودي بقولها بكل فخر، دي مصر موجوده قبل التاريخ، قبل اي حد موجود. فاحنا ان شاء الله مستمرين وهنستمر، ومصر هتفضل ان شاء الله غصب يعني عن اي حد زي ما بيقولوا. احنا بلد كبيره وكبيره بشعبها طول عمرنا، وكبيره برئيسها وكبيره بحكومتها وكبيره بشعبها، وان شاء الله دايما مستمرين ان شاء الله باذن الله. تيجي نشوف جزء كده من الانتخابات. تمام. طيب نشوف مع بعض جزء كده من الانتخابات، نرجع فلاش باك ونشوف بقى حسين الحاجات الحلوه اللي عملها لنا ايه. اللي حافظينه مشاريع وطرق ومطارات ومدارس ومستشفيات وشركات وكباري في عهد السيسي. مصر في العلالي يا سيسي، ومن الاخير انت هديه للمصريين من رب العالمين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بنحبك يا ريس، والكل هنا موجود عشان خاطر عيونك. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر، يلا قولوا تحيا مصر، تحيا مصر. احنا جينا من كل اقطار من المملكه الاردنيه الهاشميه نشارك العرس الديمقراطي لرئاسه جمهوريه مصر العربيه، وبنقول لسياده الرئيس الله يقويك انك تاخذ بايد مصر للتقدم والازدهار ان شاء الله، والله يعينك ويقويك. واقول عروبتنا يا مصر تفتديك القلوب ويحميك بالدم شعب الكنانة. يد الله يا مصر ترعى سماك، وفي ساحة الحق يعلو نداك، وما دام جيشك يحمي حماك. ستمضي إلى النصر دوما خطاك، ستمضي إلى النصر دوما خطاك. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الجيش المصري يعمل ايه؟ الجيش المصري يعمل ايه؟ اقبل بيهدوا براكين بيسدوا، اقبل بيهدوا براكين بيسدوا. لا مجنزر ولا نص مجنزر، ولا نص مجنزر، ما دام اللغم بيتفجر، ما دام اللغم
المصري يعمل ايه؟ الجيش المصري يعمل ايه؟ اسود الغاب مصريين، وروش الماء مصريين، نسور السماء مصريين، وقلنا الجو وقلنا البر وقلنا البحر، قلنا الجو وقلنا البر وقلنا البحر، وطلعن لك يا عدونا طلعن كلنا فخر، طلعن لك يا عدونا طلعن كلنا فخر. قوة عزيمة قوة عزيمة إرادة للنصر. جميل ورائع وحلو جدا. وطبعا يعني ده نموذج من المطربين الاردنيين اللي عاشقين في مصر. احنا كنا من اول الناس اللي قدمناه يا حسين للجمهور المصري يعني. طبعا الفنان عمر العبدالله من الناس المتميزه في الاردن جدا، وعامل يعني هو يعني اول ما كان بدا اغاني وطنيه اردنيه. وليك يعني ليه اغاني كتير يعني تخصه، بس هو بدا اغاني اول مره يغني اغنيه وطنيه مصريه. اول مره. نعم. انت اجرت لنا حوار معاه بتهيألي قبل كده. اجريت حوار معاه لما سياده السفير طارق عادل لما هو عمل الاغنيه سياده السفير كرمه في السفاره. تمام. فعملنا لقاء معاه واتذاع طبعا في برنامج الطير المسافر. تمام. حسين عايز اكلمك على حاجه، واخد بالك يعني الأردن من الدول اللي موجودين فيها مصريين اللي دايما بتبقى فيها مشاكل كتير جدا لسبب بسيط، ان معظم العمالة الموجودة هناك عمالة يعني يدوية. نعم. والعدد كبير جدا، المصوب اوضاعه عدد واللي مش مصوب اوضاعه بيقابله في العدد في نفس الوقت. عدد كبير جدا بيقابلها بره في ايطاليا في ميلانو نفس المشاكل، بالنسبه لاوروبا بنبقى في ايطاليا ميلانو نفس المشاكل. يعني ازاي نقدر نوصل للمعادله الصعبه؟ ازاي نقدر نوصل ان الناس المخالفه دي اللي حوالي 400,000 واحد تقريبا يعني زي ما قالت اخر الاحصائيات، ازاي ان احنا نقدر يعني نساندها ونقف معاها وما نتعرضش اللي بيتعرض له ده، ونفهمهم واحده واحده ان لازم يصوب اوضاعه ولازم الامور تبقى سليمه بالنسبه له. تمام. هو بالنسبه للاعداد المصريين الموجودين في الاردن هناك طبعا في اعداد كبيره واعداد ناس كتير موجوده، يعني العدد يفوق المليون. تمام. بس لو هنتكلم عن الاعداد اللي هي المسجله اللي لها تصاريح عمل يعني احنا بنتكلم في 800,000 900,000 تقريبا. المصوب وضعه منهم او اللي بيحمل تصريح عمل وشغال وقانوني زي انا مثلا حوالي 400-500,000، حوالي 320,000 ل 350,000. تمام. فالعدد المقابل اللي هو الاعداد المخالفه كبير، عدد كبير طبعا، عدد كبير جدا. عدد كبير جدا. وده بيخلينا اتكلم يعني افتح موضوع تاني يقول لك ليه احنا بنطارد، وليه انه في الشرطه بتلاحقنا وكذا. طب يا جماعه انت طالع من مصر وعارف ان انت دافع فلوس ورايح بعقد عمل، ليه تمشي مخالف؟ ليه تمشي مخالف؟ انا مش بلوم الناس، بالعكس يعني انا واحد منهم واحد معهم هناك، فلذلك انا بدعو الناس انه يكون كل ملتزم، يكون الكل بيعمل تسريحه في ميعاده. يعني احنا لو وصلنا لمرحله انه الاعداد المخالفه دي تعمل تسريح، ما هي بيتهيألي مش هيكون عندنا مشكله كبيره، مش هيكون عندنا مشكله كبيره. بس هي مشكله المخالفين من كل ناحيه، من السفاره ومن سياده القنصل محمد محمود طبعا، ومننا في البرنامج ومن الخارجيه ومن الهجره، كله بيناشد في الاخر اللي بيروح يسوق اوضاعه عدد بسيط، مع ان امان لنفسه، امان ليك انت مهما تدفع هيبقى امان ليك. احنا يمكن يعني عايزين نقول برضه جزئيه، يمكن الاسبوع اللي فات زي ما شفت حضراتكم كان في ملتقى توظيف الشباب اللي كان موجود في مدينه المنيا، 12,000 وظيفه، واعلنا على الصفحه واعلنا في البرنامج وقلنا الناس ان تيجي تقدم، خاصه ان الابناء بيحلموا ان يبقوا موجودين مع الاباء في الدول العربيه وبالتحديد في الاردن. النهارده برضو يعني عايز اقول لكم خبر لحضراتكم ان حزب مستقبل الوطن في بني سويف بالتعاون مع مديريه القوى العامله الملتقى التوظيفي الاول هيبقى يوم الثالث والرابع من فبراير المقبل، هيقام في الصاله المغطاه بالاستاد اللي يهدف الى توفير فرص عمل للشباب. الكلام ده موجه ليه اولاد المغتربين الموجودين هنا اللي موجودين في بني سويف للمساهمه في حد من مشكله البطاله بمشاركه اكثر من 60 شركه ومصنع لاتاحه اكثر من 15,000 فرصه عمل للشباب والفتيات. يا شباب موجودين في بني سويف قدم ومش هتخسر حاجه. من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وعلى رأسها مهندس إنتاج ومحاسبين ومراقبين جودة وأمناء مخازن ومشرفين إنتاج وعمال وحاجات تانية كتير مش هقدر أقولها في البرنامج لأن دي 15,000 وظيفة. من جانبه قال النائب حسام العمدة أن أمين الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن ملتقى التوظيف يأتي تنفيذا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة
كريمة لهم. لافتا إلا أن الملتقى يتيح فرصة عمل حقيقية لشباب الخارجين بمنشآت القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشباب لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل لتوفير حياة كريمة مناسبة لهم واستغلال طاقتهم مما يساعدهم في زيادة معدلات الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد وتحسين صورة ومستوى معيشة المواطنين. العمدة قال برضو أن الملتقى يتيح أيضا فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع. يعني أنا بقول لكل الشباب روحوا، مش هتخسر حاجة، علشان الناس دي بتحاول بقدر الإمكان أنها توفر لكم يعني 15,000 وظيفة في هذه المبادرة. فدايما الشباب يبقى متخوف، يقول لك احنا اصلا قدمت قبل كده وما حصلش. يا اخي قدم مرة تانية وثالثه. وانا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا يا جماعة، اللي يروح ما يقدمش في مكان واحد، قدم في 3 4 5 اماكن، وخد الاوراق بتاعتك صورها 3 4 5 نسخ، وقدم هنا وقدم هنا وقدم هنا وقدم هنا. مش هتيجي في حاجة من دول؟ اكيد هتيجي. طبعا كل واحد صاحب شركة ولا صاحب مؤسسة بيهمه الشغل يعني طبيعة الموظف الموجود عنده يبقى متناسب مع الوظيفة الموجودة عندهم. فيعني انا بناشد الشباب في بني سويف بالتحديد، ملتقى التوظيف ان شاء الله باذن الله موجود يعني خلال الفتره القادمه زي ما قلت لحضراتكم في الاول والثالث والرابع من فبراير اللي احنا فيه ده ان شاء الله. واتمنى ان الشباب يكونوا متواجدين بكثافه زي ما حصل تواجد كبير جدا من الشباب الموجودين في المنيا، وبالفعل في ناس استلمت يعني اشغالها. اتمنى في بني سويف ان يكون على نفس النهج. ايه رايك يا حسين؟ اللي يعني الابناء اللي هنا بيتمنوا انهم يروحوا يشتغلوا بره. نعم. وفي ناس بيشتغلوا بره، انا فوجئت في سنه من السنين ان بياخدوا اقل من 2000 جنيه مصري في ناس بتشتغل، ولما تكلموا يقول لك اصل بكره ان شاء الله هلقى وظيفه احسن. لا انا بصراحه لو شايفين انه في وظيفه كويسه هنا ما يسافرش. يعني بالزبط. انا لو واحد هنا هياخد له مثلا 2500 جنيه وقاعد وساكن وفي وجبه. نعم. يعني يسافر ولا يقعد؟ لا افضل له طبعا، بس هو دايما الشباب يعني انت حضرتك عارف ان الشباب بيدور على الفرص الاحسن. يعني هو بيسافر عشان حاجه واحده بس، عشان الماده فقط. بالظبط. بدور على التوفير. ولو راح واخد ماده اقل بيبقى قاعد برضه، يقول لك على امل يعني يقعدوا 3 4 سنين على امل هيلاقي الاحسن. لا هيلاقي الاحسن. وطبعا بيروح بعرض نفسه هناك لمخاطر. يعني هو بيسافر اي دوله بدون ذكر اسماء، عارف ان هو رايح مخالف. بقول لك لا بس انا هروح اغامر. بالظبط. بس ده غلط، انت بتعرض نفسك وبتعرض دولتك وبتحرج سفارتك انه انت بتعمل حاجات مش كويس. الحته الاخيره بيحرج الجميع، بيحرج الجميع يعني. فعلا. وبعد كده يعني لو يعني الجانب الاردني ومن حقه طبعا كل واحد بيوفق القوانين اللي على ارضه، من حقه انه يعمل اللي هو عايزه. نعم. فالناس بتتدخل والدبلوماسيه بتتدخل، فاحراج فعلا. فاحنا ليه ندخل نفسنا في الحراج ده من الاول؟ وطبعا يعني كمان يعني غير كده انا مش بكلم الناس بهاجمهم او كذا، بس انتوا في الاردن وانا في الاردن وعارفين. استاذن حضرتك معانا على الهاتف النائبه ميرفت ميشيل، عضو مجلس النواب من محافظه بني سويف. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك معانا ومنورانا ومشرفانا لاول مره في برنامج الطير المسافر. ربنا يخليك يا فندم، وان شاء الله مش هتكون اخر مره. ان شاء الله باذن الله يا فندم. يعني منطقة اللي كان في أسيوط من أيام قليلة لله الحمد نجح، وبعد كده ملتقى المنيا اللي كان موجود من كام يوم برضو الحمد لله نجح. أنا سعدت جدا إن في ملتقى جميل في محافظة بني سويف بيوفر حوالي 15,000 وظيفة. فكملي بقى حضرتك يا فندم. الحقيقة في الأول أنا يعني بقدم كل التحية لقناة الصعيد ولمشاهدي قناة الصعيد. هو خبر أنا أعتقد إن هو خبر صار لعدد كبير وقطاع كبير من سكان محافظة بني سويف. ملتقى التوظيف الأول للمحافظة واللي بينظمه بالشراكة بين 2 هو حزب مستقبل وطن ووزارة القوى العاملة. تمام. يعني الحقيقة احنا اتعودنا على انه حد واحد هو اللي يقوم بالموضوع. لا، احنا في الموضوع ده تحديدا احنا 2 ايدينا في ايدين بعض. تمام. الحزب ووزارة القوى العاملة. وزارة القوى العاملة الحقيقة لما لها من دور فاعل في التنسيق مع الشركات والمصانع اللي في المناطق الصناعية المختلفة في بني سويف، وحزب مستقبل وطن لما له من قدرة على حشد المواطنين وحشد راغبي العمل لما له من قاعدة عريضة في المحافظة. احنا عندنا في بني سويف 8 مناطق صناعية
وده طبعا ميزة تنافسية للمحافظة. 8 مناطق صناعية بيضموا شركات ومصانع مختلفة الحقيقة. تمام. بيوفروا زي ما قلنا في حدود 15,000 فرصة عمل. هم حوالي 60 شركة ومصنع. الملتقى هيبقى يومي الأحد والاثنين من شهر فبراير. تمام. إن شاء الله 3 و4 من شهر فبراير لحد الاثنين الجايين. هيكون في الصالة المغطاة في الاستاد الرياضي على كورنيش النيل بمدينة بني سويف عاصمة المحافظة. تمام. والحقيقة كل يعني تنوع كبير جدا من التخصصات والشهادات هيكون ليهم نصيب في هذا الملتقى. مش ضروري يعني في شهادات مؤهلات عليا ومتوسطة وحتى ناس معاه شهادات برضو في مجالات ليهم يا فندم، مش كده؟ بص يا فندم، في مهندسين انتاج، مشرفين انتاج، عمال انتاج، سواقين، موظفين امن، محاسبين. تمام. يعني اعتقد انه في شريحة كبيرة جدا من راغبي العمل هتقدر تستفيد بالملتقى ده. تمام. الشاب الصبح هيتوجه للصالة المغطاة في استاد بني سويف الرياضي. تمام. هياخد رقم، هيلاقي الشركات والمصانع في بواكي جنب بعض في الصالة المغطاة. تمام. على كل باكية في مسؤول من الحزب ومسؤول من وزارة القوى العاملة، مسؤول من حزب مستقبل وطن ومسؤول من وزارة القوى العاملة. تمام. الاثنين هيذللوا له كل المشاكل ان شاء الله، هيوضحوا له كل الاستفسارات اللي هو راغب في الاستفسار عنها. تمام. الشاب بيجي معاه اكتر من سيرة ذاتية. يعني معاه ده اللي انا أكتر قلته، من واحدة ده اللي انا قلته. مصورها. تمام. بالظبط. هيتواصل او هيلف على الشركات والمصانع الاول، يفهم ايه اللي مطلوب هنا وايه اللي مطلوب هنا وايه اللي مطلوب هنا. تمام. ممكن يملى استمارة عند اكتر من مكان وربنا يوفق في حاجة منهم ان شاء الله. انا دعوتي لكل الشباب انه دي فرصة ما تسيبهاش، ومهما كان هتكون درجة او خطوة من الخطوات اللي في سلم حياتك العملية او مشوار حياتك العملية. تمام. بالتأكيد هتفيدك. تمام. وهتثقل مهاراتك وهتكسبك خبرات. تمام. وكل التوفيق لكل شبابنا في محافظة بني سويف. ان شاء الله. سؤال اخير يا فندم، يعني الشباب اللي جايين من الاقاليم هل في يعني وسيله مواصلات هتقلهم ولا كل واحد يجي من بدري عشان يبقى عامل حسابه لكده يعني؟ لا، احنا كل مراكز بني سويف هي قريبه تقريبا من عاصمه المحافظه. عاصمه المحافظه في موقع متوسط في وسط المحافظه. تمام. يعني هي قريبه من كل المراكز. تمام. بالتوفيق يا سياده النائبه، ونتمنى لكم ان شاء الله يعني مزيد من التقدم والازدهار لشباب مصر، ودايما انتم في متصدرين الصفوف عشان تقدموا حاجه حلوه للبلد، وربنا يوفقكم دايما ان شاء الله. الحقيقه يهمني ااكد في النهايه انه حزب مستقبل وطن واللي انا باشرف بالانتماء ليه، ويعني انا امين اعلام حزب مستقبل وطن في محافظه بني سويف. الحزب بيعمل على انه يكون جزء من حل المشكله، ودي استراتيجيه مهمه من استراتيجيات حزب مستقبل وطن. لا نواجه المشاكل فقط، ولكن نحن نكون جزء من حل المشكله. تمام. جميل جدا. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك ونورتينا. شكرا جزيلا. شكرا. يعني اهو ملتقى توظيف الصعيد بصراحه حاجه جميله جدا. يعني المنيا بني سويف، وكان برضو في وجه بحري، كان في الجيزه وكان في الاسماعيليه اعتقد. فيعني حاجه كويسه وجميله، حاجه جميله. والمحافظات وزي ما الست النائبه قالت كمان يعني انه دي في بني سويف وفي محافظات كتير. يعني ده يعني انا بتبسط من الحاجات دي لانه انا مش عايز الشباب يسافر. ماشي، في ناس شغاله بره وكويس، لو سافر على حاجه يعني مظبوطه عن طريق القوى العامله وعارف اللي ليه واللي عليه. بس ما تشتغلش في بلدك ووظائف متوفره، دي حاجه كويسه بدل ما تتغرب، يكون ليك حاجه كويسه حتى لو اجر كمان يا حسين، مش كده؟ اكيد طبعا. يعني انت 35 سنه او 25 سنه برغم ان يعني اهلك واسرتك موجودين معاك، لكن حنينك دايما لهنا. يعني أكيد. اي فرصه أكيد. يعني زي بالبلد كده بتتلكك عشان تيجي. اكيد طبعا. اي فرصه يعني اي مناسبه اي حاجه يعني بتلاقي الواحد عنده ان هو حنين عايز يجي لبلده. ايوه يعني مجرد ما تنزل من الطياره او تنزل ارض المطار او توصل مصر بتحس انه روحك ردت فيك تاني.
تمام. شميت هوا مصري. أيوة. في شعور كده انا مش عارف اوصفه، بس بتبقى مبسوط جدا بالظبط ان انت جيت بلدك وقاعد ومرتاح. تمام. بيكون شعور بيختلف تماما طبعا. تمام. مع ان الاردن طبعا بلدنا الثاني وعايشين فيها وكل حاجه، بس الوطن الام طبعا مصر. وجودك معايا يا حسين النهارده يعني شكك المشاهدين في الاردن، فحد بيقول لي ده يعني معتقدين انك انت موجود في الاردن والحلقه دي مسجله. لا، الحلقه ديت على المباشر على الهوا مع حسين، لان طبعا هم مش متخيلين انك انت موجود معانا. لا انا زياره هنا. بالظبط. فانت طب قول ايه للعماله الكتيره المغتربين الموجودين في الاردن كلهم طبعا اكيد عارفينك، تقول لهم بقى ايه بالكاميرا بتاعتك انا بقول لهم طبعا ربنا يعينكم، انا معاكم هناك وعارف انتوا بتشتغلوا ازاي، وعارف الصعوبات اللي انتوا بتواجهوها، وعارف تعاملكم انتوا بتتعاملوا ازاي عشان تطلعوا تسريح او تطلعوا اقامه او الكلام ده كله، وبتدفعوا فلوس. ويعني انا بكلمكم دلوقتي كاخ، مش ان انا بفرض عليكم كلام او بقول لكم لازم تعملوا ايه وما تعملوش ايه. احنا عايشين في واقع وعايشين في ارض، يعني في الاردن بلد جميله، وعايشين هي بلدنا الثاني طبعا، بس انت رايح في بلد وعارف طالع بعقد، عارف نظامك ايه وشروطك ايه وايه اللي ممكن تدفعه وايه اللي ما تدفعوش. فانا انا بطلب من الناس كلها انه الناس يعني تمشي ملتزمه. احنا عاوزين نوصل لمرحله بس ال 400,000 او ال 500,000 الموجودين دول كلهم يعملوا تساريح. يعني واحد بقاله سنه او سنتين او ثلاثه، وفي ناس انا عارفهم يعني بتوصل ل5 سنين بالظبط ومش عامل تصريح. ليه ما تعملش تصريح؟ يعني الواحد يتكلم زي ما احنا بنتكلم وبنطلب من السفاره وبرنامج الطير المسافر بتدخل ووزاره الهجره وكل الناس عشان نحل مشاكل الناس اللي في الاردن. انتوا كمان برضه يا جماعه يعني نتعاون مع بعض، يعني كل الناس تتعاون مع بعض. اعمل تسريحك في ميعاده ماشي. في ناس بتشتغل مخالف، بس يعني انا عارف ناس تشتغل مخالف وفي نفس الوقت مش عامله تصريح كمان يعني. تمام. وبيجي يقول لك السفاره وما عملتش او كذا. السفاره يعني كان الله في عونها زي ما بقول. بالظبط، بالذات اعداد كبيره، اعداد كبيره جدا مش مصابه اوضاعهم، يعني في لود كبير جدا عليهم حقيقي. أكيد يعني اكيد طبعا. انا يعني بصراحه عمري ما وديت، يعني تعاملت مع السفاره او وديت حاله وردوني مثلا او قالوا لي حاجه. دايما حقيقي. والمستشار العمالي يعني انا عارفه طبعا معرفه شخصيه، والله انا شفته لما اقعد معاه في المكتب تليفونه ما ببطلش. يعني انا بروح بقعد معاه 5 دقائق او 10 دقائق ما بعرفش اكلمه. انت عدد مقارب للمليون موجود يعني. دوله تاني. عدد يعني عدد كبير، عدد بالزبط. كبير جدا. يعني احنا عايزين، يعني السفاره الموجوده في الاردن عايزين وزاره خارجيه بس للموجودين في الاردن. عدد كبير طبعا. حسين برضو في جزئيه احنا كنا يعني اثرناها، كنا بنتكلم على موضوع عوده الكسامين، وكان في مقترح هنا من البرنامج اي حد مسافر بره يدفع مثلا 300 جنيه 500 جنيه نعم. تحت بند يعني عوده الجسامين، وربنا ما يحوج حد المبلغ ده طبعا. فانت ايه رايك في المقترح ده؟ انا كنت برضو انت عملت لنا تأييد يعني في الصفحه. مقترح جميل طبعا، وده يخلينا اتكلم في يعني ابدا في حاجه تانية. اول حاجه يا ريت يكون عند استخراج مثلا الجواز او لما تيجي بتدفع اللي هو تصريح الامن العام بالزبط. الرسوم اللي انت بتدفعها بالظبط. لو كل واحد دفع 50 جنيه او 100 جنيه او رسوم انا ما بعرف يعني هتلم. كمثال يعني بالظبط هتلم مبلغ. ايوه. ومش هنبقى في حاجه انه احنا يعني نروح لشركه طيران معينه، لا طب عايزين نشحن، واحد اتوفى طب هنلم فلوس من اخوه من قرايبه. مش عايزين نتعرض للموقف ده. أيوه. وعايز اتكلم في جزئيه كمان، جزئيه التامين الصحي. التامين الصحي في كان سؤال القادم، اتفضل. زي ما حضرتك عارف كل اللي شغالين هناك يا نجار يا سباك يا حداد، يعني مهن يدويه بالظبط، ده معرضين يوميا ان هو يعني يحصل حوادث. وحصل كتير من السقالات اللي وقعت. ناس بتقع من على سقالات، معلش ايده بتقطع، صبعه بتقطع، بيعمل. فلما يجي يتعور مثلا ونديه مستشفى يقول لك ما حدش عمل له حاجه. طب هو اول حاجه تسريحه منتهي، ورقه منتهي. تاني حاجه ما معهوش تامين صحي، مشكله. ويجي يقول لك انتوا ما عملتوش حاجه والسفاره ما عملتش حاجه. طيب ما هو انت عشان نعمل حاجه احنا في دوله قانون، صح. ما احنا مش هناخد واحد غصب عنه نوديه المستشفى وعالجوه غصب عنكم. الكلام ده ما ينفعش. ايوه. لما كنت تسريحك شغال ومشترك في التامين اللي السفاره عاملاه، اللي هي اشتراك التامين ب 27 دينار او ايا كان التامين الموجود. احنا في النهايه مش هدفنا انه يعني اي تامين موجود، ان هدفنا انه انت نحافظ على صحتك انت. لا سمح الله تقدر ان انت تتعالج، ما تدفعش فلوس، ما تكونش عالة. يعني واحد يكون شغال هناك مسافر عشان يساعد اهله، لما لا سمح الله يقعد في البيت اهله اللي في مصر هيبعتوا له فلوس. بالظبط، لانه هو مش ورقه مش سليم، ما معهوش تامين، ومبالغ زهيده في الاخر. يعني مبالغ بسيطه ومش مستحقه كل ده. لا مبالغ صغيره جدا. تمام. فانا بطلب من كل الناس، يعني معلش انا بكلمكم زي اخواتي، يعني اسمعوا مني، خلينا بس نكون ملتزمين. صح. يعني اللي شغال في كل حاجه الله يعينه وكل حاجه، بس يا جماعه اللي بينتهي تسريحه نحاول نجدد، نحاول نكون ملتزمين. السفاره على عيني وعلى راسي، وزاره الخارجيه، وزاره الهجره، برنامج الطير المسافر، كل الناس ده على عيني وعلى راسي، بس ما حدش هيعدل من وضعنا الا احنا بس. تمام. الشخص نفسه. تمام.
حسين، انا عارف حسين طبعا يعني في زياره يا جماعه قصيره موجوده معانا. اخر سؤال، يعني انا عارف والدك ربنا يديله الصحه والعمر بيتفرج علينا دلوقتي اكيد طبعا، وايضا زوجتك، بتقول نعم. لهم ايه بقى قبل ما نختم مع بعض؟ طيب انا بوجه رساله لوالدي طبعا، بسلم عليه وبقول له ربنا يديك الصحه وربنا يطول في عمرك. طبعا هو اللي ربانا وهو اللي علمنا، ويعني مهما اتكلم مهما اقول مش هقدر ان انا يعني اوصل رسالتي ليه او ان اقدر او اوصل له شكر. طبعا بسلم على كل اخواتي كلهم، حسام واشرف ومحمد ووليد، وبسلم على زوجتي، وبكلم على كل اصحابي وكل حبايبي وكل الناس اللي في الاردن او في مصر اللي شايفيني. تمام حبيبي، شرفتنا ربنا يخليك ونورتنا. وطبعا احنا دايما بنقول ان الوصول للقمه يعني سهل، لكن المحافظه عليه يعني صعب، وانت يعني شريك معانا، فان شاء الله يعني الفتره الجايه يعني هتبقى في حاجات حلوه اكتر واكتر نقعد بيها الساده المشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله. وانا بشكرك استاذ امين، وانا سعيد جدا من اسعد الاوقات اللي انا قضيتها في اجازتي في مصر ان انا موجود معاكم هنا، وبشكرك وبشكر كل اسره البرنامج، وبشكر كل ابناء الجاليه المصريه في الاردن، وبشكر كل طاقم السفاره، وبشكر كل اللي بيتفرجوا علينا وكل اللي بيثقوا فينا وبيثقوا في برنامج التر المسافر. بشكركم كلكم وبقول لكم ان شاء الله مستمرين معاكم. انا بشكرك يا حسين في النهايه، وانا عارف انك انت يعني شاب مصري يعشق مصر والجينات الوراثيه، ودمك كله وقلبك كله بينبض بمصر، فيعني دي انت صوره مشرفه جميله للمصريين المقيمين في الاردن. الحمد لله، شكرا لك يا استاذ. العفو، شكرا جزيلا. بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لختام حلقه النهارده. انا عارف ان في اخبار، وخاصه الاخبار خاصه بالاراضي اللي قلنا عليها هتلاقوها ان شاء الله موجوده في صفحه البرنامج. معلش ما قدرناش ناخدها عشان نقعد مع حسين الحسيني اكبر فتره ممكنه. بشكركم على حسن المتابعه، والى الملتقى ان شاء الله حلقه جايه من برنامج الطير مسافر. شكرا والى اللقاء. مصر ما بترجعش مهما يكون في طريقها، مصر هي مصر.